السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتاجك بس تاخد نبذة. هو احنا بنصمم شبكة الرشاشات ازاي؟ الموضوع بسيط وسلس جدا. أول حاجة انت محتاج تعرفها هو درجة خطورة المنشأة. فدرجة الخطورة عندنا هي متقسمة لتلاتة كاتيجوري، لا إما لايت أو اوردينري أو اكسترا. خلينا نتكلم عن اللايت باعتبار اللي هي أخفهم خطورة. فبيجي يقولك إن الرشاش في حالة اللايت، الرشاش الواحد بيغطي مساحة أقصاها 18 متر مربع، والمسافة ما بين الرشاش والرشاش ماكسيموم 4.6، وأقل مسافة 1.8، وأقصى مسافة ما بينها وما بين الحيطة 2.3، وأقل مسافة 10 سنتي. طب تعالى نوضح الكلام ده. انت مثلا عندك أوضة بالمنظر ده، هنوزع فيها. أول نقطة عندنا محتاج أعرف الأبعاد بتاعتها قد إيه. فقال لك إن الأبعاد بتاعتها وليكن مثلا 6 متر في 4 متر. فستة في 4، فأنت بتتكلم، نيجي كده نشوف مع بعض، 6 في 4 ب24، على أنت بتقول إن الرشاش الواحد بيغطي مساحة 18، يعني محتاجة لها رشاشين. طبعا ما فيش حاجة اسمها 1.3 رشاشين. طيب أنا لو حطيت الرشاشين بالمنظر كده، أدي أول رشاش وتاني رشاش، يجي يقول لك بقى خلي بالك بقى معايا إن المسافة ما بين هنا وهنا ما ينفعش تزيد عن 2.3. نفس القصة من هنا، ما ينفعش تزيد عن 2.3. نفس القصة من هنا، دي كلها حيطة 2.3، وبالمثل الناحية التانية. والمسافة ما بين هنا وهنا لا تتجاوز 4.6 متر. والمسافة ما بين الرشاش والحيطة أنا أخدت لك الناحية دي الماكسيموم، أخد لك هنا بقى المينيموم عشان بس نكتب القيم كلها 10 سنتي. والمسافة ما بين الرشاش والرشاش ما تقلش عن كام؟ عن 1.8 متر. كل ده هنعرف قدام ايه هي الأسباب. فلو انت جيت تاخد توزيع سريع كده في أوضة زي كده، فانت هتلاقيك اللي انت أصلا موضوع سهل. أنا مش لازم أروح لل4.6، أنا هخلي المسافة مثلا هنا لهنا وليكن مثلا 3 متر. مسافة هنا 3 متر. فلو أنا خليت المسافة هنا 3 متر، يتبقى لي من ال6 متر 3 متر، يعني أنا هخلي هنا متر ونص والناحية التانية متر ونص. فأنا كده محافظ على القيم اللي هو قايل لي عليها، اللي أنا ما زدتش عن 2.3 وهنا ما زدتش عن 4.6. طب هنيجي هنا للبعدين التانيين دول، هتلاحظ إن هنا دي 4 متر، فلو أنا حطيته هنا في النص فهنا المسافة هتبقى 2 متر والناحية التانية 2 متر، فأنا برضك ما تجاوزتش ال 2.3 متر. فده المقصود بتوزيع الرشاشات. يبقى أنا كده ضامن إن الرشاش الواحد حقق لي مساحة وحقق لي في نفس الوقت الاعتبارات دي. خلي بالك اللي مش الشرط اللي يحقق لك مساحة بس، لازم يحقق لك الاعتبارات دي ايه دي كمان. طيب دي أول نقطة في توزيع الرشاشات. طب تاني نقطة عندنا في توزيع الرشاشات، أنا محتاج أعرف أقطار الماسورة بتاعتي. يعني أنا دلوقتي وليكن مثلا أنا عندي هنا ماسورة داخلة، الماسورة دي داخلة توزع هنا وداخلة توزع هنا. وعندك برضك في أوضة تانية في ماسورة تانية راح تدي للرشاشين دول. وعندك في أوضة تالتة بتدي للرشاشين دول أهو. طيب السايزنج بقى بتاع القصة دي عاملة ازاي؟ بص، هات من الآخر وارجع بظهرك. يعني ده اسمها ماسورة شايلة رشاش واحد، دي شايلة رشاش واحد، يبقى دي بوصة ودي بوصة. دي ماسورة شايلة رشاشين بوصة. دي ماسورة شايلة 4 رشاشات اللي أنا بتكلم عليها ده، فتبقى ساعتها دي بوصة ونص. دي ماسورة شايلة 6 رشاشات، يبقى دي اسمها 2 بوصة. طب أنت جبت القيم دي منين؟ تعالى كده معايا، هتلاقي الجدول اللي قدامك ده في حالة الستيل. بقول لك إن الماسورة اللي تشيل رشاشين تبقى قطرها إيه؟ بوصة. فيما أقل دايما ده الماكسيمم عندك، يعني 1 و2 بوصة. هنا يقول لك 3 تبقى بوصة وربع. طيب الخمسة بوصة ونص، يعني ايه خمسة؟ يعني 4 و5 بوصة ونص. طب هنا بيقول لك ايه؟ 10 2 بوصة، يعني لغاية ال10 2 بوصة، يعني 6 و7 و8 و9 و10 تبقى 2 ايه؟ 2 بوصة. فببساطة خالص انا عرفت اعمل سايزنج للشبكة اهو. ديت كام؟ رشاش واحد، يبقى دي قطرها بوصة. ده ايه؟ رشاش واحد، يبقى دي قطرها بوصة.
طب الاتنين دول 2 بوصة، آسف 2 رشاش، يبقى ديّة كام؟ دي بوصة، عشان إحنا معانا البوصة لغاية إيه؟ لغاية رشاشين. طب دول كام؟ 4 رشاشات، 4 رشاشات، فأنت تروح للي هي آخرها 5 رشاشات اللي هي بوصة ونُص. طب دول كام؟ 6 رشاشات، تروح للحالة اللي آخرها إيه؟ 10 يعني إيه؟ 2 بوصة. ونفس القصة بقى، أنت بتفضل ماشي مع الشبكة تعمل sizing لإيه؟ للمبنى بالكامل. جميل كده. وخلّي بالك أنا اديتك معلومة كمان، صناديق الحريق. لو تفتكر في صناديق الحريق أنا قُلت لك إن صندوق الحريق كان كلاس 1 2 بوصة ونُص، فالماسورة اللي بتروح له 2 بوصة ونُص. أمّا كلاس 2 فأنا قُلت لك إن الماسورة اللي بتروح له بتكون بوصة أو بوصة ونُص. فأنت دلوقتي بقى معاك كمان أقطار الصناديق بتاعتك. طب تعالَ كده نعمل رسمة توضيحية سريعة علشان لو أنت هتطبّق على حاجة سريعًا. أنا عندي هنا مبنى مكوّن من مجموعة أوَض بالمنظر ده، بالمنظر ده. ده طرقة. أنا مثلًا وليكن هاحط هنا أعمل هنا حمامات، منطقة حمامات. هاحط هنا مثلًا صندوق حريق، وهنا نفس القصة صندوق حريق، وهاوزّع هنا الأوضة دي محتاجة رشاش 1، الأوضة دي محتاجة 2. طبعًا الكلام ده بقى بناءً على المساحات. 2 ده محتاجة 1، ده محتاجة مثلًا 4 رشاشات، دي محتاجة 2 كفاية، دي محتاجة 2. طبعًا إحنا اتعلمنا إزاي نعمل الكلام ده. طبعًا زي ما أنا قُلت لك ده صندوق حريق. هاحط هنا محتاج رشاشين، رشاشين، رشاش، رشاشين، رشاشين، رشاش. يبقى كده حضرتك أنت عملت هنا إيه؟ عملت توزيع للشبكة. طب تعالَ بقى مع بعض نرسم نرسم المواسير معانا. هنيجي هنا ده الطلعة بتاعتنا. نقلل القطر ده تمام أهو. إيه دي كبيرة شوية. كنترول زد، كنترول زد، نخليها قطرها صغير أهو. كده حلو. عشان بس الدنيا ما تبقاش إيه بايظة. قلنا إحنا بنركب هنا حاجة اسمها الزوم كنترول. هناخد برانش تاني من قبل الزوم كنترول، ندي لده ونروح ندي لده. زي ما احنا عارفين ان ده بوصة ونص وده بوصة ونص، عشان ده صندوق ايه؟ داخلي كلاس 2 مش على السلم. هناخد ده احنا بقى بعد الزونة دي بقى رايحين للرشاشات اهو. احمل لي دول كلهم بالمنظر ده اهو. كنترول زد اهو. قوم رايح واخد لي كده وبرانش، تمشي كده. احمل لي دول كده. انت صاحب القرار، انت اللي بتصمم اهو. حمل لي ده كده نفس القصة. خد لي هنا برانش، مش كده اهو. انت صاحب القرار. بكرر تاني، مفيش حاجة اسمها ستاندر، رسمة ستاندر. ممكن نخلي ده كده اهو. انت حر. تعال نعمل سايزنج. بص بقى معايا، ببدأ من الآخر. بوصة، بوصة، بوصة وربع عشان 3 رشاشات، بوصة ونص عشان 4 رشاشات. تعالى بقى من الناحية التانية. بوصة، بوصة. دول كلهم كام؟ 2 4 6، يبقى دي 2 بوصة المسوة دي. طب تعال نيجي من الناحية التانية. بوصة، بوصة. خلاص بقى كل ده بقى بالمس، كل ده بالمس. خلينا على دول. دي بوصة، دي بوصة ونص، دي 6 رشاشات يعني 2 بوصة، 8 رشاشات يعني 2 بوصة، 9 رشاشات يعني 2 بوصة، لغاية 10 رشاشات. نفس القصة. تعالى من الناحية التانية. بوصة، بوصة، بوصة وربع، بوصة. الأربعة اتجمعوا هنا تديني بوصة ونص. نفس القصة بقى دول بوصة بوصة بوصة، دول اتجمعوا كلهم على 2 بوصة. نفس القصة بوصة، الصغيرة دي بوصة، اتجمعوا هنا على 2 بوصة عشان عددهم كام؟ 2 4 6 8 9، 2 بوصة. طيب دلوقتي أنا عندي هنا 9 رشاشات، 9 رشاشات، وعندي هنا الناحية التانية 9 رشاشات، وعندي فوق 2 4 6 رشاشات. طب الماسورة بقى الرئيسية اللي بتغذيهم كلهم قد إيه؟ 8 6 و9، أنت بتتكلم في 15 رشاش. 15 و9 يعني بتتكلم في 24 رشاش. هنا تبص على 24 رشاش،
يعني واقعة ما بين ال10 وال30 يعني 2.5 إيه، 2.5 بوصة، يبقى الماسورة الرئيسية بتاعتنا كام؟ 2.5 بوصة، ولكن الصاعد لا يقل عن 4 بوصة، وده هنعرفه قدام في إيه؟ في التكنيكال. يبقى أنت حضرتك عملت لي تصميم فاير فايتنج من غير ما أنت تتعلم أصلا كورس الفاير فايتنج.